والله يا جماعه مش عارف اجيبها لكم ازاي، بس غالبا هنلاقي اجهزه الكمبيوتر كمان كام سنه بتدرس في كتب الاحياء، وبدل ما كنا بنستخدم الترانزستورز والمقاومات والمكثفات عشان نصنع كمبيوترز هنستخدم البروتين والانزيمات والدي ان ايه. وطالما الموضوع وصل لكده فمش عايزك تستغرب انك ممكن كمان شويه تبقى انت كمبيوتر، وتبقى مثلا عايز تنقل فيلم او اغنيه وتروح لواحد صاحبك يقول لك معاك فلاشه، تقول له لا بس استنى خد الشعره دي انقل لي عليها. بس عشان نعرف ازاي ده ممكن يحصل لازم نفهم القصه من الاول. في الحلقه دي هنتكلم عن اهم المعلومات اللي محتاج تعرفها عن البايو كمبيوترز، وايه اهم المزايا بتاعته والعيوب، وازاي ممكن ينقلنا نقله نوعيه في مجالات زي الارتفيشال انتليجنس والبيج داتا. بس قبل ما نبدا، لو انت لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك حلقاتنا اول باول. انا خالد جد ويلا بينا. كلنا عارفين ان الكمبيوترز الحاليه بتشتغل بنظام الباينري، واللي هو الزيرو والون. والفكره بشكل عام ان الكمبيوتر عشان يعرف يفهم الداتا اللي بيتعامل معاها لازم يعمل لها انكودنج للصيغه دي، وبعد كده بعد ما البروسيسور يخلص المعالجه بتاعته يرجع يعمل لها ديكودنج تاني، وبيرجع له الصوره الاوليه بتاعتها بحيث انك تقدر تفهمها وتتعامل معاها. لكن المشكله حاليا ان احنا بنستخدم تكنولوجي السيليكون مايكرو شيبس، ولا اخفيك سرا ان التكنولوجيا دي قربت توصل لسقفها. فكمان كام سنه الشركات مش هتبقى قادره تطلع لنا نسخه افضل واسرع من النسخه بتاعت السنه اللي قبلها، وده ببساطه بسبب ان الشيبس حاليا وصلت لاحجام تقدر بالنانوميترز، ولو الترانزستورز دي صغرت عن حجم معين ممكن يحصل تسريب الالكترونيات وما تشتغلش خالص. ده غير حجم الداتا اللي احنا محتاجين نحتفظ بيها واللي بتتضاعف حجمها كل ثانيه. فنقدر نقول ان احنا قريب جدا جدا هنوصل لمرحله الثبات في اداء المعالجات. ومش بس كده، ده احنا ممكن ما نلاقيش مكان نخزن عليه الداتا بتاعتنا اصلا. طب والعمل ايه دلوقتي؟ ما انا علشان كده جاي لك النهارده اقول لك ما تقلقش، لسه في امل، واحب اكد لك ان دي امل تانية خالص غير اللي ماتت. لان في الكام سنه اللي فاتوا دول حصل تطور مذهل في مجال البايو كمبيوترز، والباحثين لاول مره قدروا انهم يبرمجوا دايره من حمض الدي ان ايه، وبدل ما بنستخدم الزيرو والوان عشان نعمل انكودنج هنستخدم جزيئات الدي ان ايه عشان نقوم بنفس الوظيفه. وجزيئات الدي ان ايه دي عباره عن 4 جزيئات A C G T، وكل الجزيئين بيتربطوا مع بعض بروابط هيدروجينيه، فهنلاقي ان الاي دايما بتكون مربوطه مع التي فبتكون يا اما AT يا اما TA، وكذلك جزيء C دايما بيبقى مرتبط بجزيء G فبيكونوا برضو GC او CG. وتسلسل الروابط دي ورا بعضها هتدينا نفس فكره الانكودنج بتاعت الزيرو والوان اللي موجوده في الباينري سيستم. لكن الاكواد والجزيئات الطبيعيه بتاعت الدي ان ايه مش هي بس الوحيده اللي نقدر نستخدمها في الوحدات الحسابيه للبايو كمبيوترز، لكن في اكتر من طريقه تانية لسه تحت البحث والتطوير، زي مثلا البروتين انجينيرنج، وهو عباره عن تصميم البروتينات بوظائف محدده، وبالتحكم في الهيكل والتفاعلات اللي بتحصل ما بينهم نقدر نوصل لشكل من اشكال الزيرو والوان. فمثلا لما يحصل تفاعل معين يبقى كده 1، ولما ما يحصلش تفاعل يبقى كده 0. وفي برضه طريقه تانية اسمها سيلر اوتوماتا نتوركس، وده كونسبت بيعتمد على الخلايا الحيه كوحده معالجه او بروسيسور مستقل، ومع ربط الخلايا الحيه مع بعض وتكوين شبكه والتحكم في التفاعلات اللي جواها. فبالطريقه دي نقدر نشوف ان كانت الخلايا حيه او ميته، وبالتالي نقدر نوصل لنظام زي الزيرو والوان. وكل ده معناه ان احنا بقينا قادرين نستخدم البيولوجيكال سيستم علشان نحل عمليات حسابيه ونخزن معلومات. والاكتشاف ده هيعمل عظمه في الكام سنه اللي جايين دول، وكل الانجاز ده حصل بفضل العالم ليونارد ادلمان، لانه اول واحد اكتشف الاختراع ده سنه 1994. والعالم ده قدر ينفذ اول بروتوتايب للدي ان ايه كمبيوتر وسماه TT 100، او بالمناسبه TT ده اختصار لكلمه تيست تيوب. الكمبيوتر كله كان في انبوبه اختبار، واول ما الاختراع ده طلع كان قادر يحل عمليات حسابيه بسيطه، والباحثين قعدوا يشتغلوا على المشروع ده ويطوروا فيه على مرور الزمن لحد ما بقينا قادرين نستخدم الدي ان ايه في حل مسائل حسابيه اكثر تعقيدا، وفي نفس الوقت نخزن داتا بحجم اكبر. وطبعا اللي ساعد في كل ده هو التطور الكبير اللي حصل في مجال التعديل الوراثي، وبالشكل ده بقينا قادرين نخزن داتا بحجم رهيب توصل لملايين التيرابايتس، وكل ده في حجم جرام واحد بس من الدي ان ايه. وده طبعا بعكس الطريقه الحاليه التقليديه لتخزين المعلومات واللي بنقدر نقول عليها الكلاود ستورج. وطبعا الكلاود ستورج بتكون عباره عن داتا سنترز عملاقه زي بتاعه جوجل ومايكروسوفت وامازون، واللي بتتكون من مجموعه سيرفرز متوصل بيها كميه مهوله من الهارد ديسكس. وطبعا كل ده بيحتاج لمساحه عملاقه علشان تقدر تاسس لكلاود ستورج، ده فضلا عن كميه الطاقه اللي بتحتاجها علشان تشتغل. لك بقى انت تتخيل ان كل الداتا العملاقه اللي احنا قلناها دي ممكن تخزنها على حمض الدي ان ايه في انبوبه اختبار، واللي تكاد تكون ما بتحتاجش طاقه خالص عشان تحتفظ بالداتا اللي متخزنه جواها. واللي بيأكد ده ان علماء الاثار
بيقدروا يسترجعوا داتا من حمض الدي ان ايه للحفريات الموجوده اللي عمرها اكتر من 7000 سنه، وطبعا مفيش اي مصدر للطاقه متوصله بيها. ومن اهم مزايا استخدام الدي ان ايه انها رخيصه، لانها حرفيا موجوده في كل الخلايا الحيه اللي حوالينا. فمش بالضروره نستخدم الدي ان ايه بتاع الانسان، لكن ممكن نستخدم الدي ان ايه لكائنات تانية زي الحشرات والديدان والنبات. ده حتى العفن اللي ممكن يتكون على رغيف العيش ممكن نستخدمه. فنقدر نقول ان في منه مخزون لا ينتهي. تاني حاجه ان خلايا الدي ان ايه بتتكاثر ذاتيا، فحتى لو عايزين نحافظ على عاداتها مش هنعرف. وبالنسبه للمساحه التخزينيه، فالعلماء قدروا المساحه التخزينيه للدي ان ايه ل 455 مليار جيجا بايت، او ممكن نقول 444 مليون تيرا بايت، وكل ده في جرام واحد بس من الدي ان ايه. وده طبعا يدينا مساحه جباره نقدر نسجل عليها تاريخ البشريه من اول ما بدات لحد ما تنتهي. لكن بالرغم ان العلماء قدروا يستخدموا حمض الدي ان ايه في انهم يعملوا عمليات حسابيه ويكتبوا بيانات ويسترجعوها بنجاح، الا ان العمليات دي كانت بتاخد وقت كبير جدا جدا بشكل ما نقدرش نعتمد عليها. وهنا بدأ يطلع اهم اكتشاف في المشروع ده، وهو البارallel كومبيوتنج. فاكرين الحلقه اللي شرحنا فيها يعني ايه بروسيسور وايه هو المالتي تاسكينج، وازاي البروسيسور يقدر يعمل اكتر من مهمه في نفس الوقت، وده على حسب عدد الكورز اللي موجوده جواه؟ الموضوع ده بقى هنا في الدي ان ايه في حته ثانيه خالص، لانه تقريبا نقدر نقول عليه ملوش سقف، فنقدر نعمل عدد لا نهائي من العمليات المتوازيه وكله في نفس الوقت. وده طبعا هيعمل فرق رهيب في سرعه الاجهزه والمعالجات، وخصوصا في مجالات البيج داتا والماشين ليرنينج. والباي كمبيوترز مش بس سريعه، دي كمان تقدر تعمل عمليات معقده جدا زي مثلا تحليل الصور، وده طبعا يساعدنا بشكل كبير جدا في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي من حيث الدقه والسرعه. وده بياخدنا لاهم استخدام للباي كمبيوترز في مجال الابحاث واكتشاف الادويه. بس الاول خلينا اديك فكره سريعه جدا عن مراحل اختبار الماده الفعاله اللي بتحتاج تعملها شركات الادويه قبل ما تنتج الادويه وتنزلها السوق. ومراحل اختبار الادويه دي بتيجي مباشره بعد اكتشاف الماده الفعاله اللي بتدي نتائج ايجابيه في معالجه المرض. والمرحله دي اسمها مرحله الاختبارات السريريه، وهي انهم يجيبوا عينه من مرضى متطوعين من اعمار مختلفه ويبداوا يجربوا عليهم الدواء الجديد ويسجلوا الفعاليه بتاعته في معالجه المرض، وكمان الاعراض الجانبيه اللي بيسببها مع كل متطوع. بس ده طبعا ما يمنعش ان في مخاطر ممكن تحصل للمتطوعين اللي ممكن تؤدي الى الوفاه. والعمليه دي بتاخد من 5 ل 7 سنين، ده غير التكلفه العاليه جدا للاختبارات ومتابعه النتائج. ويفضلوا يشتغلوا تاني على الدواء عشان يحسنوا النتائج بتاعته ويقللوا الاثار الجانبيه بتاعته، ويفضلوا يرجعوا الدواء تاني في المعمل علشان يحسنوا فعاليته ويقللوا اثاره الجانبيه، ويرجعوا يختبروه تاني، وفيلم هندي ملوش اول من اخر. وكل ده طبعا بيأثر في تكلفه الانتاج، وبالتالي بيترجم لسعر المنتج في الاخر اللي بينزل السوق. لكن كل ده ممكن يختصروه ويوفروا على نفسهم الوقت والمجهود والفلوس، لان الباي كمبيوترز ممكن تستخدم لمحاكاة التفاعلات اللي بتحصل ما بين جسم الانسان والمادة الفعالة اللي بيختبروها على المرض. وبكده ممكن ننتج ادوية ليها اعلى فعالية واقل اثار جانبية على جسم الانسان. وعلى ذكر تصنيع الادوية، فممكن برضو الباي كمبيوترز تستخدم مع مرضى السكر، وباستخدامها ممكن ننتج مركبات بيولوجية ذكية بيتم حقنها في جسم المريض، والمركبات دي بتقدر تفرز الانسولين اول ما تحس ان في تغيير في نسبة السكر في الدم. ممتاز جدا الكلام ده، انا اشتريت، بس يا ترى هلاقيه في سوق العصر ولا هحتاج انزل له البستان؟ خليني افكرك اني اكدت لك ان امل لسه عايشه، بس ما قلتلكش ان انا مستنياك في مول الكمبيوتر، لان البروجكت ده لسه تحت التطوير ولسه ما طلعش للنور بشكل تجاري. وده بسبب ان في تحديات كبيره جدا محتاجين نتغلب عليها الاول قبل ما ينزل ونشوف في الاسواق. واول تحدي عندنا هو تكلفه التصنيع والاستخدام. خليني اقول لك ان تكلفه تخزين ميجا واحده بس على حمض الدي ان ايه ممكن يكلفك $1,000,000. وبرضه عندنا مشكله تانية، ان للاسف ما نقدرش نستخدمه في كل المجالات اللي اجهزه الكمبيوتر الحاليه بتقدر تعملها. بس بالرغم من الاستخدام المحدود والتحديات اللي بتواجهنا حاليا في استخدام الباي كمبيوترز، الا ان التطبيقات الحاليه بتنبئ بمستقبل مشرق للاختراع ده. وبس كده، ده كان كل حاجه معانا في حلقه النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير الحلقه دي مع اصحابك علشان يستفادوا هم كمان. ولو ليك اي اسئله او استفسارات اكتبها لنا في التعليقات عشان نرد لك عليها. وبس كده، واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.